السلام عليكم. البروبلم بتاعت النهارده اسمها group anagrams. Given an array of strings strs, group the anagrams together. You can return the answer in any order. عايزنا لما يدينا شويه strings، طبعا واضح ان اللينث بتاعهم كلهم نفس اللينث، هنعمل grouping للاناجرامز together. يعني ايه anagrams؟ An anagram is a word or phrase formed by rearranging the letters of a different word or phrase using all the original letters exactly once. يعني ايه؟ عندي مثلا كلمه تي، عندي مثلا كلمه اي وتي، دول اناجرام من بعض. ليه؟ هنا اي واحده واي واحده وتي واحده، وهنا برضو هنا اي واي وتي، نفس الحروف هنا بالظبط، بس بترتيبها مختلفه بحيث تدينا كلمه مختلفه تانية. تان مثلا مش اناجرام منهم، هما الاثنين اناجرامز من بعض. تان مش اناجرام منهم، اي اناجرام منهم. ليه؟ لان فيها تي واي واي. تان دي فيها تي واي بس ما فيهاش اي، فيها بدلها ان. طب نات اناجرام من تان، فهي اناجرام من بعض، هما الاثنين اناجرام من بعض. وبات مش اناجرام من اي حاجه منهم، فعشان كده حطينا بات لوحدها ونات وتان لوحدهم مع بعض وايت وايت وتي مع بعض. فهي دي الفكره كلها من البروبلم. هنحلها ازاي؟ احنا هنلف على كل عنصر منهم او على كل سترينج منهم، هنشوف كل حرف اتكرر قد ايه. لما نشوف كل حرف اتكرر قد ايه وناخد ده مثلا ككي عندنا هاش ماب، كل ما الف على سترينج جديد الاقي فيه نفس الحروف متكرره بنفس العدد بالظبط، يبقى ده اناجرام من اللي قبله. يعني انا لو خدت السترينج ده متكرر فيه A مره واي مره وتي مره، فدي اخدها مثلا ككي بشكل معين. هنشوف دلوقتي هناخدها ككي ازاي. والتي هناخد الاي متكرره مره والاي متكرره مره والتي متكرره مره، فناخد التشكيله دي كلها ككي. لو انا لقيت الكي اللي طلع من ده والكي اللي طلع من ده نفس الكي، احطهم مع بعض، اعملهم كجروب مع بعض. نفس الكلام مع التان، نفس الكلام مع 8، نفس الكلام مع نات، نفس الكلام مع بي، نفس الكلام مع با. ممكن نبص كده على الكود عملناها ازاي. هنعرف في الاول الهاش ماب اللي هنضيف ليها العناصر بتاعتنا، وبنلوب على كل عنصر const str of strs. هنعرف الكي بتاعنا هيكون array 26، السايز بتاعها 26، ان احنا عندنا 26 لتر. انا معرفها هنا in 32 array عشان بس يكون حجمها اصغر. ممكن نعرفها array عادي، مش هتفرق قوي، هي بس بتفرق في الاكسكيوشن في السرعه شويه. انا عندي string اهو، كل string هقف عنده هلوب على الحروف اللي جواه، وبالحروف اللي جواه دي هاخدها كاندكس في الاري بتاعت كي دي واعمل لها بلس بلس. طب هاخدها كاندكس ازاي؟ ما ينفعش اخدها كاندكس على طول كده، لازم اشوف الكاركتر اللي انا عنده ده، اخد التشار كود بتاعه او الكود الاسكي بتاعه، اطرح منه الاسكي كود بتاع الايه اللي هو بدايه الحروف اللور كيس. في برضه في الكونسترينتس هنا عشان بص strs of i consists of lowercase English letters، كلها حروف lower case. فاحنا بدايتنا من ال A small لغايه ال Z small، فانا هاخد كل حرف اطرح منه ال A small، كل واحده اعمل لها char code at of 0، بحيث الرقم اللي يطلع لي هيكون اندكس ما بين الزيرو وال 26. هيطلع زيرو امتى؟ لو الكاركتر اللي انا عنده ده A، فهيبقى A دوت شار كود ات اوف 0 ناقص A برضو دوت شار كود ات اوف 0 تديني 0. طب هتطلع 26 امتى؟ لو انا عندي الزد نفس الكلام، زد دوت شار كود ات اوف 0 ناقص الاي اللي الشار كود بتاعها تديني 26. والحروف بقى اللي ما بينهم انا كده خدت كقيمه من 0 ل 25، بدايه 0 واخر 25، لان السايز بتاعي 26. كقيمه من 0 لغايه 25 اندكس. الاندكس ده هجيب الايتم اللي عنده في كي في البدايه هيكون بزيرو طبيعي، لان هي الاري فاضيه خالص ما فيهاش حاجه، فكله انيشاليزد بزيرو. يعني ممكن حتى نعمل في هنا دوت فيل اوف زيرو، بس اظن دي يعني حاجه باي ديفولت هنا ان كل العناصر بتبدا بقيمه زيرو. هنعمل لها بلس بلس كده. انا بقول له انا لقيت من الحرف ده مره، وليكن مثلا انا قابلت الاي، فاقول له انا قابلت الاي دلوقتي مره، زود لي مره. طب لو قابلت بعدها اي كمان، زود عليها كمان مره، لان انا كل مره بعمل بلس بلس. بلس بلس دي معناها ان انا قابلت الحرف اللي عند الاندكس ده مره، لغايه ما يطلع في الاخر عند الاري دي فيها شويه قيم، هيبقى اغلبها بصفار، في قيم هتبقى بواحد، قيم هتبقى باثنين، وهكذا على حسب انا قابلت كل حرف كم مره. هاخد كل ده واعمل له دوت جوين بهاشتاج، يعني هعمل دوت جوين ما بين كل القيم اللي جوه الاري دي واحط ما بينهم هاشتاج. ده هيبقى كانه الكي بتاعي. الكي بتاعي هيكون عامل ازاي؟ مثلا 0 هاشتاج 0 هاشتاج 0 هاشتاج 0 هاشتاج، وليكن مثلا واحد تاج، وليكن مثلا حاجه زي كده. هو مش حاجه زي كده بالظبط، هو اكبر من كده بكتير،
لانه هيبقى 25 حاجه ما بين كل حاجه منهم هاشتاج، ولكن نفترض انه مثلا كده ده بيبقى يونيك لكل اناجرام. ليه؟ لان الوحايد دي او القيم اللي مش بزيرو بتعبر عن الكاركتر اللي انا عنده ده قابلته كم مره، فلكل اناجرام هيطلع لي نفس الكي بالظبط، نفس النتيجه بالظبط. فده اللي هيخليني اعرف كل سترينج انا بقابله اناجرام من حاجه قابلتها قبل كده ولا لا. تمام. طيب نفترض انا لقيت كي اول مره قابله، وده طبيعي لان انا في الاول هيكون الريز دي فاضيه ما فيهاش اي كيس خالص، فهقول له اف الريز دوت هاز اوف الكي بنوت، او يعني doesn't have، هو ريز دوت ما فيش حاجه اسمها دوت doesn't have، فاحنا بنقول ريز دوت هاز ونعمل لها نوت، بحيث كده وكأن فيما معناه ان الريز doesn't have الكي ده. لو ريز ما فيهاش الكي ده فنعمل ريز دوت سيت الكي باري فاضي. دي كونديشن بتقول لي ان لو الكي ده مش موجود حط في الماء، لان دي بتبقى في حاله لو الكي اول مره قابله، وفي كيز كتير هتكون اول مره قابلها بشكل طبيعي. وتضمن لي برضو ان بعد كده لما اعمل ريز دوت جيت وفي الكي دوت بوش ما يحصلش اي مشاكل، لان انا عملت دوت جيت الكي ده وهو مش موجود اصلا، هو مش معمول له سيت، يعني هتديني ايرور. فدي برضو تضمن لي ان البرنامج يمشي مظبوط. طيب انا هضيف بقى الاناجرام للجروب بتاعته ازاي؟ هقول ريز دوت جيت الكي، اعمل فيتش للكي بتاعي ده واعمل بوش للسترنج. السترنج كده بقى مع جروب الاناجرامز اللي شبهه اللي لهم نفس الكي بتاعه. كل الاناجرامز لهم نفس الكي، لان الكي الناتج عن العمليات اللي فوق دي البلس بلس دي والدوت جوين دي هيكون نفس الكي بالظبط، فبالتالي لما اعمل له بوش للسترنج ده هيكون مع اللي زيه بالظبط. وفي الاخر اعمل ريتيرن لاري، اعمل سبريد اوبريتورز ريز دوت الفاليو. هو ده كل حاجه. ممكن نجرب نعمل سبميت كده الران تايم اهو، هو حاجه في النص كده، لا اسرع حاجه ولا ابطا حاجه. حتى اسرع حاجه هنا يعني هو واخد ابروتش رخمه شويه، بحيث بس اللي هو ايه يسرع لمجرد التسريع مش اكتر، لكن هو المبدا نفس المبدا هنا. في برضه لها ابروتش تانية لو حد حابب يعرف الابروتش التانية، ان بدل ما اعمل اري وكده يعني ممكن اخد السترنج اعمل له دوت سورت، وناتج الدوت سورت يبقى هو ده الكي بتاعي. ده هيدي نفس النتيجه لان هنا ايت اللي انا عملت لها سورت، نفترض مثلا ناتج السورت بتاعها هتبقى اي اي تي، هاخده ككي. طب الناتج السورت بتاع دي اي اي تي برضه، ما دام هما الاثنين ليهم ناتج السورت نفسه يبقى ناتج السورت ده هاخده ككي، هو ده اللي انا هاخده ككي، واكمل نفس العمليات دي بالظبط. فحرفيا هي الفكره كلها الكي بتاعي هيكون عامل ازاي، يا هاخده بتكرارات الحروف زي هنا، يا هاخده من ناتج الدوت سورت بتاع كل سترينج عدى عليه. فهي الابروتشز مختلفه ولكن كلها بتؤدي لنفس النتيجه. بس كده، اتمنى تكونوا فهمتوا وشكرا.